استاذ خالد، يعني تابعت الايام اللي فاتت كده انه بعض لاعبي المنتخب ظهروا في البرامج. تمام. هل ده كان طبيعي قبل السوبر؟ مش كان الافضل يعني ان انا اكسب وقت واكسب كمان مجهود، اوفر مجهود يعني، واطلع من الجابون على الامارات، او حتى لو جيت من الجابون على مصر ابقى فتره راحه؟ بص خلينا نتكلم برضو بصراحه اكتر. انا شايف الخطا يقع عند اتحاد الكره في تحديد موعد مباراه السوبر المصري بعد 5 ايام فقط من نهائي كاس افريقيا. وعشان نكون اكتر صراحه، واتحاد الكره ما كانش متوقع ان مصر هتوصل للنهائي. بالظبط، ده اللي انا قلته امبارح. يوم النهائي كان ان انا عشان اعمل واعمل كمان كاس مصر يوم النهائي، يعني يوم النهائي نفسه، يوم النهائي نفسه يعني عشان كده مش في دماغك ان في مظبوط. دي طبعا حاجه غريبه جدا. يمكن حتى بيتكلموا على الفرق اللي ما عندهاش لعيبه في المنتخب. يمكن النهارده وادي دجله بيلعب وعنده عصام الحضري. عصام الحضري هو حارس مرمى وادي دجله. النهارده بيلعبوا تاني يوم بعد عوده بعثه المنتخب، وبالتالي الحضري مش هيشارك في ماتش النهارده. فبقول لك لا، وضع الجدول كان بطريقه غريبه جدا ووقت مزنوق. يمكن هم كانوا متوقعين المنتخب هيخرج بدري، فحبوا كمان يبتدوا ماتشات الكاس وماتشات السوبر بسرعه عشان تبتدي الناس تنسى. لكن اللي حصل العكس، المنتخب وصل للمباراه النهائيه. بقى في حمل زايد جدا على لاعبي الاهلي والزمالك. يمكن ربنا يكون في عونهم. لعيبه راجعه 6 ماتشات يمكن في 3 اسابيع، ماتشات قويه جدا وصعبه. اللياقه البدنيه قلت بشكل كبير عند اللعيبه. راجعين كمان البعض زي ما انت بتقول بيطلع في برامج، وده من حقه بعد الفتره دي كلها. البعض بيحتفل، البعض عايز يريح مع الاسره مثلا يوم او يومين. فبالتالي الوقت مزنوق جدا انك تلعب السوبر يوم الجمعه. اعتقد ده فيه يعني ظلم كبير للاعبي الاهلي والزمالك اللي كانوا في المنتخب، ومحتاج حسابات برضو مختلفه من كابتن حسام البدري وكابتن محمد حلمي. هل هم هيدفعوا كل اللعيبه الدوليين في التشكيله الاساسيه، ولا ممكن يدوا راحه لبعض منهم يكون على دكه البدلاء؟ لانه لو بدا تمام يا استاذ خالد. احنا يعني كنا قبل دقيقتين قلنا للناس، هنكمل طبعا كلامنا عن مستر هيكتور كوبر، لكن قبل دقيقتين قلنا للناس عن المباريات المؤجله لنادي الزمالك حسب ما اعلن اتحاد الكره. معانا على التليفون كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره المصري. بنرحب بحضرتك، منورنا في استاد كره اف ام. اهلا وسهلا بحضرتك رامي والساده الحضور كلهم. كابتن سامي شاشيني واستاذ خالد طلعت، سلم عليهم كتير. الله يسلمك. حاج عامر ازيك؟ يعني موعد مباراة السوبر يوم 10 بعد النهائي ب5 ايام، وفي نفس اليوم كمان كان في مباراة كأس مصر بين المصري والإنتاج الحربي. متعجبين ومستغربين، هل ده زي ما احنا مستنتجين كده انه ما كانش في توقع من اتحاد الكرة ان مصر توصل للنهائي؟ اكيد لا طبعا، ان الكلام ده الحقيقة يعني طلع فجأة كده، وبعد كده الناس بدأت تردد الكلام دوت. من الحقيقة دراسة ان احنا البطولة تنتهي يوم 5. لو احنا متوقعين ان المنتخب يطلع بدري كنا حددنا الدوري بعد مباراة الدور الثمانية او قبل النهائي، اللي يخلينا نقعد لغاية يوم 10 لو احنا متوقعين الكلام دوت. احنا قلنا ان السوبر بين الدورين، لان كان نادي الزمالك مشغول بالمباريات بتاعته افريقيا، دور قبل النهائي والنهائي، وكان في نفس الوقت مستر كوبا كان طالب انه يلعب 3 مباريات قبل مباراة 3 جولات في الدوري قبل مباراة الكونغو الأولى، عشان اللعيبة تبقى جاهزة بمباراة الدوري ويقدر يشوفهم. فبالتالي الاثنين كانوا متعارضين مع بعض، اشتراطات الزمالك عشان يلعب السوبر وان احنا نبدأ الدوري. فطبعا كان القرار ان انا قلت نلعب بين الدورين، وفي أندية أوروبية زي إيطاليا لعبت بين الدورين وبتلعب قبل كده، لعبت قبل كده بين الدورين، مفيش مشكلة في مباراة السوبر. دي مباراة شرفية احنا مزودينها شويه بالنسبه لها، ان دي مباراه بقت شرفيه تسويقيه بس بطوله. لا احنا بنحسبها بطوله مش بطوله، انما هي مباراه شرفيه تسويقيه. الناس بتحتفل بيها ببدايه المسابقه، بتحتفل ببدايه افتتاح نشاط الموسم. لا بطوله يا حاج عامر برضه. بعدين الاهلي والزمالك لو لعبوا في دوره رمضانيه حتى هيبقى ماتش يعني برضه يستحق الاهتمام. ولا انت ما تحطش لما خلقوا مباراه السوبر مش عاملين عشان الاهلي والزمالك، ان في مباريات سوبر كتير كان اهلي وانبي كان. لا بس المباراه دي حضرتك عارف انها اهلي وزمالك قبل ما تحدد معاه. طبعا. وهو القوام الرئيسي لمنتخب مصر يمكن 11 لعيب من الاهلي والزمالك. لا الكلام ده مش مظبوط، ان كل اللي بيلعبوا في المنتخب هم 5 لعيبه. 5 لا 11 في القائمه الاساسيه، في قائمه ال 23. يا كابتن بعد اذن حضرتك اللي بيلعبوا 5 لعيبه. يا حاج عامر وانت بتحط الجدول قبل بطوله كاس افريقيا ما كنتش عارف كام واحد هيلعب وكام واحد مش هيلعب. لا معروفين برضه، معروفين المحترفين المعروفين، معروفين رمضان صبحي هيلعب، ومعروفين محمد صلاح هيلعب، ومعروفين ان كوكا هيلعب، ومعروفين ان النني هيلعب، عبد الشافي هيلعب، يعني معروفه العدد اللعيبه اللي بيلعب في كل المباريات اللي فاتت معروف. هم 5 لعيبه اللي لعبوا، حجازي وفتحي وعبد الله السعيد ومروان محسن وعلي جبر وطارق حامد. علي جبر واحمد فتحي، 3 في الدفاع
طارق حامد في خط النص، وعبد الله السعيد. مين تاني؟ ومروان بالظبط كده. طب هو جدول ماتشات كاس مصر اتحط امتى يا حاج عامر؟ اتحط من مده من 20 يوم قبل اختيار القايمه صح؟ ومحطوط قبل قائمه المنتخب. قائمه المنتخب احنا بنبقى عارفينها من قبلها، عارفين ان اللعيبه كلها اهلي وزمالك وفي الشارع الحاضري من وادي دجله. لا بس الجدول نزل كان في احمد جمعه كان متواجد وكان في حماده طلبه. لا 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 يا كابتن، انا بقول لك احنا كنا عارفين مين اللي رايح. نمره 2 ان احنا بنحط يوم 10، احنا قلنا السوبر بين الدورين. طيب البطوله تنتهي يوم 5، تفتكر عشان نبدا الدور الثاني يعني نلعب امتى؟ يعني انت المطلوب كان ندي راحه قد ايه عشان نلعب بعد كده الدوري؟ يعني هو دي كل وقت هو اللي مضغط يعني حضرتك احنا مريحين 40 يوم، الانديه كلها مريحين 40 يوم علشان خاطر 5 لعيبه بيلعبوا في الملعب او 6 لعيبه بمروان محسن و5 على الخط، وفي 17 نادي او 16 نادي في 30 لعيب غير الناديين الاهلي والزمالك عندهم كل نادي مقيد 30 لعيب، كل دول بيتفرجوا على 11 واحد لو افترضنا ان هم 11 لمده 40 يوم. تمام. لما نزود كمان الوقت يعني لما يعدي البطوله بتنتهي تحب كنا نلعبه يوم ايه يعني يوم راحه قد ايه؟ تمام يعني تمام. هو الوقت ضغطك يعني المحترف اللي بيطلع دلوقتي من البطوله وراح النادي بتاعه في اوروبا بعد يوم او يومين، هيريحوه ولا هيلعب على طول؟ هيلعب على طول. طيب يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ بس انا بنتكلم على ان احنا عندنا بنطرح الاسئله والاستفسارات عشان الناس تفهم.